السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله، يا رب يعجبكم ويا رب ينول اعجابكم بإذن الله. النهاردة المحتوى بتاعنا عن محتوى ايه؟ محتوى الجزائر طبعا، اللي احنا بنحبه دايما وبنفضله على قناتنا بإذن الله. وان شاء الله بإذن الله نشوف تعليقات حبايبنا اللي احنا بنحبهم ودعواتكم ان شاء الله لينا بالشفاء العاجل بإذن الله. النهاردة الفيديو عن التلفريك في الجزائر. وطبعا هو من المعالم السياحية الجميلة جدا الرائعة اللي أي سايح بيحب يزور الجزائر لازم يستمتع بيها، لأنها بتمر على طبعا منحدرات جميلة جدا، وطبعا حاجة شيقة وجميلة ورائعة جدا 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 في الجزائر. فطبعا احنا هنشاهد مع بعض الفيديو، يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعجبكم ونشاهده ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله باذن الله ينول اعجابكم. وطبعا مش عايزاكم تنسوا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. يلا نشاهد مع بعض الفيديو. انا بكلم نفسي، بنت طبعا. الله أكبر بجد على جمال الطبيعة الخلابة فيها الجزائر. بجد كل شيء فيها ملفت وجميل، وتحب بجد ان انتوا تروحوها. يعني انا والله العظيم بجد ربنا يرزق ان شاء الله. ومن اجمل الاماكن بجد اللي انا بحب ان انا ازورها، او البلاد اللي ازورها هي بلد الجزائر. وطبعا بكل فيديو كالعادة عنابة. عنابة فعلا بلد جميلة جدا جدا جدا، ويجوا جنبنا الأوروبيين ايه في البلاد الجميلة اللي احنا بنشوفها. وطبعا مثال بهذا فهي الجزائر. يا رب يحفظها ويحفظ أهلها إن شاء الله بإذن الله. عايزاكم طبعا تكملوا الفيديو معايا للآخر، يا رب يعجبنا ويعجبكم إن شاء الله بإذن الله. أنا كده كده عن نفسي عاجبني، لأن أنا من عشاق الجزائريين. أنا بحب الجزائريين بكل حاجة، ببلدهم، بطبعهم. ناس مخلصة جدا، انا ليا منهم اصحاب بحبهم جدا جدا جدا، بموت فيهم. اولهم حياة، دي روحي بجد بجد، روحي بحبها جدا. بأمانة انا عايزة اقول لكم، اختي اللي ما جابتهاش امي فقد ايه بتبقى زعلانة مهمومة حزينة عشاني، بتبقى خايفة جدا عليا. يا رب يحفظها ويحميها، اللهم امين يا رب العالمين. عايزاكم جدا تدعوا لها ان ربنا يشفيها ويخلي لها مامتها ويفرحها ببناتها، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا ما بشاهدش معاكم الفيديو قوي، لان انا طبعا طول الوقت طول ما انا قاعده بشاهد فيديوهات الجزائر الجميله اللي بجد بجد بعشقها. فطبعا عايزه منكم ان شاء الله يعني تشاهدوا الفيديو للاخر كده، وما تنسوناش بلايك واشتراك وكلمه حلوه قوي منكم تدعموا بيها الفيديو وتدعموا بيها يعني روحي المعنويه، او معنى اصح ترفعوا من روحي المعنويه، لان الموضوع بجد صعب جدا. هتحسوا ان انا عيني محوله في القناه فطبعا دوت اساسي بسبب الكاميرا والله، انما انا مش حاولة ولا حاجه. لو بتخش عندي البثات المباشره هتشوفوني طبعا. وان شاء الله باذن الله ادعوا كده لمكه انها تبقى كويسه. هعمل لكم بث مباشر على طول باذن الله، زي ما كنتوا بتحبوه مني قوي قوي قوي. انا كان بيخش لي في البث المباشر جزائريين عايشين في فرنسا، واللي عايشين في كندا، وعايشين في بلاد أوروبية كتيرة. فاللي أنا طالبة منكم بجد بجد تدعموا القناة بلايكات واشتراكات كتيرة جدا جدا. هو ده اللي أنا محتاجاه منكم، مش محتاجة أكتر من كده. يا رب يحفظكم ويحفظ بلدكم العزيز الغالي على قلبي يا رب، اللهم آمين. طبعا أنا عايزة أقول لكم على حاجة. انتوا بتشاهدوا الفيديو وانا بحب اكلمكم بأمانة، يعني انتوا بتشاهدوا الفيديو وانا بحب اكلمكم. فعايزة منكم الدعم للقناة باللايك والاشتراك، خلوها تعلى بقى. يعني انا بقالي دلوقتي بيتهيألي اكتر من 4 سنين
او 3 سنين بالاكترية يعني بتكلم عن الجزائر. نفسي مرة الاقي القناة كده وصلت ل100,000 مشترك، خدت حتى الدرع ويعني فرحت كده ان تعبي ما جاش يعني وحبي بأمانة ان ما جاش حتى بحاجة يعني. فاهمين قصدي؟ نفسي افرح كده ان خدت الدرع من حبايبي واللي انا بحبهم دايما وبحب ان انا اتعامل معاهم. وعايزه اقول لكم على حاجه تانية، انا بجد بجد بحب الجزائر جدا من كل قلبي. عارفين عايزه اقول لكم ان عيالي دلوقتي لو اي حد من اصحابهم بيجي يتفرجوا معاهم على مثلا ماتش تبع الجزائر في بلد تانية، ومثلا اللي بيبقى قاعد دوت بيشجع القناة اللي مثلا الفريق التاني، يقولوا لا شجع الجزائر شجع الجزائر، ماما بتحب الجزائر، لو كلمت كلمة هتقوم تنفخك. والله العظيم هذا بيحصل من اولادي، والله مش كلام وخلاص يعني بأمانة. فعلا تحس ان انا بقيت مصرية جزائرية. فما استنيه بقى الدعم منكم ان اخد الدرع ان شاء الله باذن الله وافرح كده بيه، ويفرح قلبي ويفرح قلب عيالي. لان عايزه اقول لكم هم فعلا هم تعبوا معايا كتير. يعني انا عيالي تعبوا معايا كتير، كنت بضغط عليهم نفسيا. ويعني هقول لكم ايه، ان يعني برضو اطفال بيبقوا عايزين طول الوقت قاعدين مع مامتهم بتاع. انا في كل الاوقات ببقى بفكر ازاي ان انا اطلع لكم بفيديو يعجبكم ان شاء الله باذن الله. وبكده اقدر اقول لكم هسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش تكملوا الفيديو للآخر. سلام.